خذها يوسف. لسه في تاني تعال كمل. Pesca Barça. Pesca Catalunya. طبعا ده اصطفاف الفرق المتسابقة في الدورة الرمضانية لأكاديمية النجوم عام 2026 الدورة الرمضانية بقيادة الكابتن تامر حسان والكابتن رشاد محمود. طبعا زي ما احنا شايفين كل اللعيبة المتواجدين على أرض الملعب بكل الفرق تمام. طبعا يقودهم الكابتن تامر حسان والكابتن رشاد محمود في أكاديمية النجوم الدورة الرمضانية. وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. النهارده إن شاء الله افتتاح وبداية دورة أكاديمية النجوم 2026 الدورة الرمضانية لأكاديمية النجوم. النسخة الثالثة بتاعتها برعاية شركة السياحة الشركة المصرية للسياحة الحاج أحمد الريان ومجوهرات جنة الأستاذ علي حمد الخطيب. الاثنين الرعاة موجودين معانا الأستاذ علي والحاج أحمد. ده شرف كبير لينا وجودهم النهارده معانا. نحييهم يا رجالة مع بعض. نحيي الرعاة مع بعض. ثمانية 2009 أصغر لاعب في الأكاديمية. فين أحمد أبو تامر؟ فينه؟ تعال يا سيف تعال يا سيف. ورقة واحدة. خد ورقة مني. ورقة واحدة. اديها الحاج علي. خد ورقة ثانية واديها الحاج أحمد. اديها العوض الحاج أحمد. بس استنى. شباب النجمية ريال مدريد. فريق ريال مدريد هات يا حاج علي. مع شباب النجمية. هات يا حاج علي. اسمع الماتشات دي. الفرق اللي هتلعب مع بعضيها دي شباب النجمية وريال مدريد هيلعبوا مع بعض. فريق ميلانو فريق نجا عطية سيتي. نجا عطية وميلانو. يلا شوف حيلكم بقى بتوع نجا عطية. حيلكم ميلانو على طول. شباب خلاص اسمع كلام. عشان نسمع يا ابني اسمع كلام.
ناجي النجار منتخب ناجي النجار وكتيبة الإعدام. آخر اثنين يا سيف تعال. ها خلاص يا رجاله. ليفربول، فريق ليفربول والشهيد خيرت. ليفربول مع الشهيد خيرت. دي دورة يا شباب، دورة 2007 2008 2009. دول دورة 2010 و11 و12. تعال يا سيف. خلاص يا رجاله خلاص. فريق الأهلي فريق مانشستر. يبقى الاهلي هيلاعب مانشستر. النهارده برعاية أبناء أكاديمية النجوم، أبناء المهندس محمد عبد البصير. بأكاديمية النجوم هتلاعب المهندس محمد عبد البصير. شياطين الحمر. نجا العرب. شياطين الحمر مع نجا العرب. شياطين الحمر. ارجع هذا معه. آخر فرقتين. نجا أبو عياط. يبقى نجا أبو عياط مع أبناء ريكاردو. احسن صور بس كده نهدم الكره وما نشوفوا لبعض بس. انتوا طالعين في المجموعه دي طالعين حلقه جديده من الملعب وبدايه الدوره الرمضانيه لاكاديميه النجوم بقياده الكابتن تامر حسان والكابتن رشاد محمود. النهارده زي ما احنا شايفين استضافه الفرق اللي هتلعب الدوره السنه دي بجميع مراكزها. استضافه الفرق طبعا اللي هم درجه اولى براعم الوسط والكبار هيلعبوا الدوره الرمضانيه السنه دي. طبعا زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله عدد كبير من الفرق الموجوده في اكاديميه النجوم تحت قياده الكابتن رشاد والكابتن تامر. هيكونوا معانا ان شاء الله رب العالمين ومعاكم هيكون معانا دلوقتي رعاة الدوره الرمضانيه يا خالد واقف لا خالد اقعد. حمدي الخطيب والحاج احمد الريان. تحياتي لكم واهلا بكم. معاكم الكاميرا بالتجوب الفرق المتابعه معانا هتكون في الشركه معانا في اكاديميه النجوم بالدوره الرمضانيه عبد الرافع 2026. واقف ليه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. تحياتي لكم وكل عام وانتم بخير. رمضان كريم واسعد الله اوقاتكم بكل خير. النهارده مع بدايه وفاعليات الدوره الرمضانيه لاكاديميه النجوم بنلتقي معكم مع الرعاة المحترمين اللي هيكونوا راعين للدوره الرمضانيه لاكاديميه النجوم بقياده الكابتن تامر حسان والكابتن رشاد محمود. معنا ومعاكم الحاج احمد الريان. تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا بيك. كل طيب. تحياتي ليك وكل عام وانتم بخير. شهر مبارك عليكم على الامه الاسلاميه ان شاء الله. يا اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي ليك يا حاج علي حمدي الخطيب محلات جنل الذهبي يعني. الله يخليك يا فندم. تحياتي ليك. كل سنه وانتم طيبين. طبعا الحاج احمد الريان كان معانا السنه اللي فاتت في الدوره الرمضانيه لاكاديميه النجوم السنه اللي فاتت. وطبعا هو ما بيفوتش فرصه لانه يرعى اي حاجه تخص الشباب واهل اولاد نجم وناجح حمادي عامه يعني.
كل التحيه ليك، كل التقدير. كلمه بتقولها حضرتك لاكاديميه النجوم وللدوره الرمضانيه السنه دي والاهل الناس اللي متابعينا في الشاشات؟ اولا كل سنه وانتم طيبين. طبعا زي ما اشرف بيقول احنا العام الثاني على التوالي طبعا الدوره الرمضانيه اللي عاملينها في ولاد نجم. طبعا شرف لي طبعا كل ابن وابناء ولاد نجم وكل راعي للدوره الرمضانيه. وزي ما وعدناكم السنه اللي فاتت ان احنا قلنا كل سنه ان شاء الله الدوره اللي جايه هتكون احسن من اللي قبلها. فان شاء الله السنه دي هتكون دوره ممتازه بقياده الكابتن رشاد محمود والكابتن تامر حسان. ناس محترمين بجد، ناس بيعملوا دوره محترمه. فان شاء الله السنه دي هتكون دوره تعجبكم، وعايزين كل داعم معانا، سواء الناس اللي تقف معانا في الدوره تشاهدنا تدعمنا حتى لو يعني باي حاجه الكلمه الكويسه حتى طبعا يعني مش عايزين دعم مادي ولا اي حاجه. احنا عايزين بس نوصل للناس ان احنا بس اولاد نجم متكاتفه ايد واحده، وان شاء الله نطلع بالدوره بصوره كويسه باذن الله. ان شاء الله. طبعا احنا هنتكلم دلوقتي على الجوائز، بس ثواني بقى ارجع لحضرتك دلوقتي. الحاج علي تحياتي لحضرتك وكل سنه وانت طيب. طبعا الحاج علي في بدايه اول دوره ان شاء الله شرفت اكون معاكم اول مره السنه دي مع الكابتن تامر والكابتن رشاد. يعني انا شرف لي ان اكون موجود معاهم السنه دي. يعني طبعا ان شاء الله احنا سعداء جدا بيك وبالحاج احمد. يعني الدوره لما بتكون فيها اثنين تجال زي حضرتك وزي الحاج احمد يعني بتزيدها ثقل وتزيدها نضوج اكتر من العام اللي فات. العام اللي فات كانت حلوه جدا وكان بقياده الكابتن الحاج احمد الريان، والسنه دي برضه هتكون معانا ومعاك برضه يا حاج علي ان شاء الله باذن الله، وربنا ان شاء الله يوفق الجميع باذن الله وتكون دوره كده على قد الوجود. طب كلمه تقولها الاهل الناس اللي بيتابعونا دلوقتي في رمضان وكل سنه وانت طيب. طبعا بتقول ايه للشباب اللي هم عاوزين يشتركوا معانا لكن مش عارفين يشتركوا؟ لا ده حاجه بسيطه خالص ويشتركوا معانا ومفيش اي حاجه. يعني الجواز حلوه يعني باذن الله، جواز قيمه يعني مفاجآت كلها مفاجآت جميله من الحاج علي. مفاجاه باذن الله الجواز ان شاء الله تكون مفاجاه سرديه. يعني صاحب محلات جنى بتاعت الذهب يعني حاجه عاليه هتكون يعني اكيد يعني ان شاء الله تكون جواز كده يعني هشرفهم كله باذن الله. اكيد طبعا يا حاج ان شاء الله. انا سعيد جدا بيك وبوجودك معانا ان شاء الله. تحياتي لحضرتك. نرجع معانا للحاج احمد الريان، وطبعا راعي قديم للدوره الرمضانيه معانا. حاج احمد يعني احنا مش عاوزين نتقل عليك في الكلام ومش عاوزينك تبوح اكتر من اللازم. يعني بالنسبه للجوائز احنا عاوزين حاجه كده نبذه خفيفه كده. يعني هو ان شاء الله الجوائز هتكون حاجه قيمه طبعا للشباب والبلاد. طبعا كل احنا بنحاول نخلي الجوائز حاجه كويسه، بنحفز الشباب انها تنضم للدوره كل سنه اكتر. السنه اللي فاتت كنا مثلا 10 فرق، السنه دي عايزين تبقى 20، السنه الجايه تبقى 30 اكيد. فاحنا كل ما عايزين نكبر الجوائز عشان نلم الشباب ونجرب الافكار وتبقى الدوره مناسبه للشباب ان شاء الله. طبعا انا بجد يعني فخور بان انا اكون مع قامات عاليه زي حضرتك والحاج علي. والله العظيم بجد والله لما الاقي ناس راعيه للشباب وراعيه بترعى الشباب وعاوزه تعمل حاجه للشباب، دي حاجه تدعو للفخر والعزه طبعا لكل اهل اولاد نجم، كل محافظه جنة كلها. يعني كلهم دول اخواتنا وحبايبنا كلهم، يعني اخواتنا كلهم حبايبنا دول الشباب ده كله. اكيد طبعا يا حاج، اكيد طبعا. احنا متشرفين نكون موجودين وسطهم كلهم. يعني ده احنا لينا الشرف الكبير انك انت موجود معانا. طبعا محلات جنى الذهب طبعا حاجه عاليه جدا وراقيه جدا في نجع حمادي وواضحه جدا ومحبوبه جدا. الراجل محترم جدا ودايما وابدا احنا نسمع عنه ان هو راجل خير وفوق كده وكده يا راجل صادق مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني فمش بيغش اي حد. تمام ان شاء الله رب العالمين. احنا بندعو للفخر معاك حضرتك يا كابتن، وان شاء الله سعداء بوجودك معانا ان شاء الله. شرف لينا نكون موجودين مع حضرتك. يعني تحياتي لحضرتك، تحياتي ليك يا حاج احمد. واحنا عاوزين بس كلمه في النهايه تقولها بقى للناس. والله بقول للناس يا جماعه احنا عايزين نجرب من بعض اكتر، شباب ولاد نجم عايز يقرب من بعض اكتر. نشيل اي مشاحنات كانت جوه الناس في الفتره اللي عدت، فتره الانتخابات. اكيد طبعا عايزين خلاص نبدا صفحه جديده مع بعض. اللي نجح واللي ما نجحش احنا برضو ابن ولاد نجم واحنا معاه. فان شاء الله عايزين نشيل الافكار السلبيه، نبدا نفكر افكار ايجابيه الفتره الجايه ان شاء الله. شباب كله واعي، شباب محترم، شباب فاهم، والدوره دي تبين برضو ان احنا كلنا على ايد واحده.
فان شاء الله اولاد نجم ان شاء الله ولاد دايما نجم ان شاء الله دايما بيكم نجم كلها ايد واحده ان شاء الله. ان شاء الله بيكم ومعاكم دايما، وبالشباب اللي زي حضراتكم بداعمين لشباب معاكم دايما في رقي عالي جدا ان شاء الله. تحياتي لكم، وانا سعدت جدا باللقاء مع الحاج احمد والحاج علي. تحياتي لكم، وهنبدا الدوره الرمضانيه والقرعه بتاع الدوره الدنيا. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع انطلاق صافرة بداية الدورة الرمضانية، الاثنين رعاة معانا على الكورة وهيبدأوا ضربة البداية مع اطلاق صافرة الدورة الرمضانية مع الكابتن تامر والكابتن رشاد. برافو. سلام، طلعت بره.